قبل ماتش الجزائر والارجنتين الاجواء في كانساس كانت شاعله قبل ما الكره تدور. الجمهور الجزائري دار واحد الحضور كبير، اعلام خضراء وبيضاء، 1 2 3 فيفا الجيري، سيارات وهتافات، والجاليه خارجه باش توري بلي الجزائر رجعت للمونديال بقوه. حتى المدرب بيتكوفيتش شكر الدعم اللي لقاوه من الجاليه الجزائريه ومن بعض الناس المحليين في كانساس، وقال بلي هذا الحماس خاصو يعطي اللاعبين دفعه قبل مواجهه بطل العالم. ومن جهه اخرى الجمهور الارجنتيني حتى هو حضر بقوه، قمصان ميسي في كل بلاصه، رايات زرقاء وبيضاء، واغاني ديال بطل العالم. الناس جايه باش تشوف ميسي في ماتش ممكن يكون تاريخي، حيت العام كامل كيتسنى واش غادي يوصل للمباراه رقم 200 مع الارجنتين. ولكن وسط هذا الحماس السوشيال ميديا شاعله حتى هي، تداولوا فيديوهات كيبانوا فيها بعض المناوشات، تلاسن وتدافع بين الجماهير من جهتين. ماشي ضروري نهولوا الموضوع ونقولوا احداث خطيره، ولكن واضح باللي الضغط كان طالع والجمهورين داخلين للماتش بعاطفه كبيره. وهنا كتفهم علاش هذه المباراه ماشي عاديه. الجزائر راجعه للمونديال وباغا تبدا بضربه كبيره، والارجنتين داخله كبطله العالم وما باغياش تعاود صدمات السعوديه في 2022. يعني قبل الماتش ربحنا ماتش اخر في الشوارع والمدرجات، اجواء، اعلام، اغاني وشويه توتر، وكل شيء كيسول سؤال واحد: واش الجزائر تقدر تصدم بطل العالم؟